هل تصدق أن الإنسان قد يعيش سنوات كاملة مع شخص يظنه الأمان، بينما يكون هذا الشخص أخطر تهديد لحياته؟ هل يمكن أن يتحول البيت الهادئ إلى مسرح لجريمة بطيئة لا يلاحظها أحد؟ وهل يمكن لابتسامة ناعمة وصوت هادئ أن يخفي وراءهما قلبا بلا رحمة؟ هذه ليست قصة خيال، بل حكاية ستجعلك تعيد التفكير في كل شخص تثق به من اليوم. قصتنا تبدأ داخل مزرعة فاخرة هادئة في إحدى ضواحي مدينة إربد. لكن خلف جدرانها كان هناك جحيم صامت لم يره أحد، حتى جاء اليوم والذي انكشف فيه كل شيء. في تلك المنطقة الهادئة كان يعيش رجل أعمال ناجح يدعى أنمار. رجل في 42 من عمره، قوي البنية، معروف بطيبته واجتهاده. امتلك مزرعة واسعة بأراضٍ خضراء وخيول أصيلة. وكان الناس ينظرون إليه كرجل صنع نفسه بنفسه من لا شيء. لكن أكثر ما كان يفتخر به في حياته لم يكن المزرعة ولا الخيل، بل زوجته رانيا. كانت رانيا امرأة أنيقة هادئة تتحدث برقة شديدة، وتبدو أمام الجميع مثال الزوجة المثالية. وكان أنمار يظن أنه وجد أخيراً المرأة التي ستمنحه الراحة بعد سنوات طويلة من التعب والكفاح. وفي المنزل نفسه كانت تعيش والدته المسنة الحاجة فاطمة، امرأة عجوز ضعيفة بالكاد تستطيع المشي بسبب آلام ركبتيها، لكنها كانت تحب ابنها حباً لا يوصف. كل صباح كان أنمار يقبل يد أمه قبل أن يغادر إلى العمل، ثم يلتفت نحو زوجته قائلاً: أرجوك اهتمي بأمي جيداً. فتبتسم رانيا بابتسامتها الهادئة الدافئة وتجيب: لا تقلق يا حبيبي، هي مثل أمي تماماً. وكان يصدقها. لكنه لم يكن يعلم أن كل شيء كان يتغير بمجرد أن يختفي خلف الباب. في اللحظة التي كانت تختفي فيها سيارة أنمار عند الطريق الترابي، كانت رانيا تتحول إلى شخص آخر تماماً. تختفي الابتسامة، يتغير الصوت، وتتحول ملامحها إلى قسوة مخيفة لا يتخيلها أحد رأها من قبل. كانت تصرخ في وجه الحاجة فاطمة بلا سبب، تجبرها على تنظيف المنزل لساعات طويلة، وتمنعها أحياناً من الطعام كنوع من العقاب على أتفه الأمور. وكلما حاولت المسكينة الشكوى كانت رانيا تهددها بكلمات قاطعة: إذا أخبرت أنمار بأي شيء سأجعله يظن أنك فقدت عقلك، وسأرسلك إلى دار رعاية بعيدة ولن تري ابنك مرة أخرى. وكان هذا التهديد كافياً لتحطم قلب الأم العجوز. فكانت تصمت وتتحمل الإهانة والألم خوفاً من أن تبعد عن ابنها الوحيد الذي كان كل دنياها. بجوار المزرعة كانت تعيش امرأة تدعى مها. أرملة قوية الشخصية، ذكية، لا يفوتها شيء. في البداية كانت تظن أن رانيا مجرد امرأة متعجرفة قليلاً، لكن مع مرور الأيام بدأت تلاحظ أموراً غريبة لا يمكن تجاهلها. رأت الحاجة فاطمة تبكي كثيراً. رأت الخوف في عينيها. ورأت كيف كانت ترتجف كلما اقتربت منها رانيا. وفي أحد الأيام عندما خرجت رانيا إلى القرية، اقتربت مها من السياج الفاصل بين المنزلين وهمست: يا حاجة فاطمة، ماذا يحدث هنا؟ وفي تلك اللحظة انهارت المرأة العجوز تماماً. بكت واعترفت بكل شيء. أخبرتها عن الإهانات والتجويع والتهديدات والخوف الذي تعيشه كل يوم وكل ليلة. شعرت مها بغضب شديد لا يوصف. لكنها كانت تعرف شيئاً مهماً: الكلام وحده لن يكفي. لأن أنمار كان واقعاً تحت سيطرة زوجته بالكامل، وسيكذب كل ما تقوله دون دليل. لذلك قررت مها أن تحصل على دليل حقيقي لا يمكن إنكاره. اشترت كاميرات مراقبة صغيرة جدا مخفية بحجم الزر. وفي أحد الأيام بينما كانت رانيا خارج المنزل، دخلت مها مع الحاجة فاطمة وقامتا بتركيب الكاميرات في أماكن مختلفة. واحدة في غرفة الجلوس وأخرى في المطبخ. ثم بدأت تنتظر.
ولم تحتج للانتظار طويلا. عندما عادت رانيا بدأت الكاميرات تسجل كل شيء. الإهانات والصراخ والدفع والتجويع. لكن الكارثة الحقيقية ظهرت في المطبخ في المساء. دخلت رانيا وحدها، أغلقت الباب بهدوء، ثم أخرجت قارورة صغيرة سوداء من جيبها. اقتربت من كأس عصير الليمون الذي يشربه أنمار يومياً، ثم وضعت بداخله قطرات غامضة بيدين ثابتتين لا ترتجفان. تجمدت مها أمام الشاشة. كانت ترى جريمة قتل تحدث أمامها مباشرة. فهمت كل شيء في لحظة واحدة. لم تكن رانيا تعذب الأم فقط، بل كانت تسمم زوجها ببطء، قطرة قطرة، حتى يموت، وكأنه نوبة قلبية طبيعية لا يشك فيها أحد. أسرعت مها لمقابلة أنمار وأخبرته بكل شيء، وحاولت أن تريه التسجيلات. لكن الصدمة كانت أكبر من أن يتقبلها. غضب بشدة واتهمها بالكذب والحسد وغادر وهو يرفض سماع أي شيء. لكن أثناء قيادته عائدا شعر بدوار شديد وتذكر شيئا مرعبا. في الأسابيع الأخيرة كان يشعر دائما بالتعب الغريب بعد شرب العصير الذي تعده له رانيا. بدأ الشك يدخل إلى قلبه لأول مرة في حياته. فعاد إلى المنزل مبكرا دون أن يخبر أحدا. في تلك الأثناء كانت رانيا قد اكتشفت الكاميرات. جن جنونها. اعتقدت أن الحاجة فاطمة هي من خانتها. فسحبتها بعنف إلى الحديقة الخلفية وربطتها إلى شجرة زيتون بالحبال. كانت تصرخ بجنون واضح: من أخبر؟ من وضع الكاميرات؟ وكانت المرأة العجوز تبكي وتترجاها أن تتوقف. وفي اللحظة نفسها وصل أنمار. فتح الباب الخلفي ثم تجمد مكانه تماما. رأى أمه مربوطة كالحيوان إلى شجرة. رأى زوجته تصرخ عليها بجنون. وفي تلك اللحظة انهار عالمه بالكامل. حاولت رانيا التمثيل كعادتها وصرخت: هي مجنونة، اضطرت لتقييدها. لكن أنمار لم يعد أعمى. رأى آثار الحبال على يدي أمه ورأى الرعب الحقيقي في عينيها، وفهم أخيرا الحقيقة التي كانت تختبئ أمامه طوال الوقت. وفي تلك اللحظة وصلت الشرطة ومعها مها والأدلة الكاملة. وعندما شاهد الضباط تسجيل المطبخ انتهى كل شيء. تم القبض على رانيا فورا. في المستشفى اكتشف الأطباء وجود مادة سامة فعلا في جسد أنمار. وكانت الصدمة الأكبر عندما كشفت التحقيقات أن رانيا كانت متزوجة مرتين قبل ذلك، وكلا الزوجين مات بنفس الطريقة تماما. كانت أرملة سوداء حقيقية. قاتلة محترفة تخفي جرائمها خلف الجمال والأناقة والابتسامة الهادئة. بعد أشهر طويلة صدر الحكم النهائي: السجن المؤبد دون أي فرصة للخروج. أما أنمار فجلس ذات مساء بجانب والدته يبكي كالطفل وقال لها: سلمحيني يا أمي، كانت أعمى. فابتسمت الأم بحنان أمومي لا يقارن وقالت: الشيطان أحيانا يرتدي وجها جميلا يا بني. وانتهى الكابوس أخيرا. لكن بقي الدرس. ليس كل من يبتسم لك يحبك. وليس كل شر يظهر بوجه مخيف. أحيانا أخطر الوحوش ترتدي أجمل الأقنعة.